يلا يا جماعه خلصونا، هنطلع على الهوا بعد 26 دقيقه. ايه سمعت ان صاحبنا ناوي يغيرك؟ يغير مين يا ابني؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ده بعيد عن حلمة ودنه. لا بس ده بقى واصل قوي. يوصل على نفسه. لعلمك بقى دي اخر حلقه ليه هنا، وبكره تشوف. هاني شوف ايه اللي معطلنا. بيحصل يا ريس، استاذ خيرت بس بيجهز جوه. هو ايه ماله النهارده؟ حبيبك خيرت قفش عليك. وايه الجديد في كده؟ وخيرت طول عمره قافش. والله شكله هيغيرنا كلنا. والله ما هتبقى جديد عليه، ما عملها قبل كده في البرنامج اللي فات. لا دي تبقى راحت منه على الاخر. ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ دي اول مره تحصل دي يا ريس. انا جيت لحضرتك اهو، بس النور هو اللي قاطع. اتفرج على الايباد. انا لسه مش فاهم ازاي ما توقعش الضربه وهو قاعد قدام المرايه. ما فيهاش كلام يعني، اكيد اتضرب ونور مقطوع. مستحيل مستحيل الضربه بالدقه دي تكون في الضربه. مش كده يا دكتوره؟ طعنه في نص الرقبه بالشكل ده وبالحرفيه دي مستحيل تحصل في الضربه. احنا هنبتدي من سكينه الكهرباء. يلا يا حازم. ايه ده؟ مش عارف، ده تايمر. واضح ان حد موصله بالرئيسي عشان يعرف يقطع النور ويرجعه في وقت محدد. تايمر. اه متاكد؟ طبعا. يبقى اللي بندور عليه بيفهم في الكهرباء. اكيد ده صح. تفتكروا مين ممكن يقتل خيرت سمير؟ والله يا باشا اي حد كان يعرف خيرت كان نفسه يقتله. والله ما سابش حد الا مجرد شكله. الله يرحمه كان مؤذي. طب يعني اذكروا محاسن موتاكم. والله يا باشا بدور بس مش لاقي له محاسن. بعد اذنك بس يا باشا، هو في حاجه كانت ممكن تفيدكم. اتفضل. في راجل اعمال كبير اسمه شاكر عبد الله، استاذ خيرت قال اسمه في البرنامج من يومين، وقال استنوا البرنامج عشان تعرفوا فضايحه. والحلقه دي كانت المفروض تبقى بتاعت النهارده. شاكر عبد الله بتاع الرخام. طب يا رجاله مين بيفهم في الكهرباء؟ طبعا انا. واستاذ سعد كمان. خلصنا يا شوقي، عايزين